يا ترى فكرت قبل كده الناس زمان قبل الموبايلات والتطبيقات الذكية كانوا بيعرفوا منين لو حد بيتصنت عليهم أو حد دخل بيتهم سرق حاجة غير ملموسة من غير ما يشوفوه؟ السؤال ده غريب شوية وهجاوبك عليه بس في آخر الفيديو. لكن اللي أقدر أقولك دلوقتي إن التكنولوجيا خلتنا كلنا عندنا عيون رقمية بنقدر نشوف بيها اللي بيحصل في الهوا اللي حوالينا. النهاردة جايين نتكلم عن عيون منهم وهو تطبيق فاينج. تطبيق فاينج ده التطبيق اللي بيوعدك انه يديك سيطرة كاملة على شبكة الانترنت بتاعتك. بس يا ترى هو فعلا بيستاهل ولا مجرد اسم مشهور؟ ده اللي هنعرفه سوا في تجربة النهاردة. انا جربت التطبيق ده فترة طويلة وحبيت انقل لكم التجربة كاملة بدون تجميل. يعني هنشوف المميزات اللي بتخليك تحس انك هاكر محترف والمشاكل اللي ممكن تخليك تشد في شعرك. تطبيق فينج ببساطة هو دكتور الشبكة المنزلية بتاعتك. وظيفته الأساسية إنه يعمل مسح كامل لشبكة الواي فاي ويطلع لك بطاقة هوية لكل جهاز متصل، سواء كان موبايل، لابتوب، أو حتى تلاجة ذكية. أنا شخصيا بدأت أستخدمه لما حسيت إن سرعة الإنترنت عندي في البيت بقت سحلفة، وكنت شاكك إن الجيران منورين معايا في الشبكة. اول ما فتحت التطبيق، ودي ميزة قوية جدا فيه، الواجهة بتاعته كانت سهلة ومباشرة. دوست على زرار سكان، في ثواني طلع لي لستة بكل الاجهزة المتصلة. وهنا بتبدأ المتعة. التطبيق مش بس بيديك اي بي الجهاز، لا ده بيحاول يعرفك نوعه وموديله والشركة المصنعة. يعني يقولك سامسونج اس 24، ايفون 13، ودي شاشة ال جي. ودي حاجة بتسهل عليك جدا انك تصطاد الغريب. بس خليني اكون صريح معاك واحكي لك عن غلطة انا وقعت فيها ومش عايزك تكررها. في مرة لقيت جهاز غريب اسمه جينيورس، يعني جهاز غير معروف، والشك لعب في دماغي وقلت بس ده اكيد الهاكر اللي بيسرق الواي فاي. وبدأت اخد اجراءات عنيفة وغيرت الباسورد وعملت قلق في البيت. وفي الاخر طلع الجهاز ده هو اللمبة الذكية اللي في اوضتي. انا اصلا ناسي انها متصلة بالواي فاي. فنصيحة ليك، التطبيق احيانا ما بيقدرش يتعرف على كل الاجهزة بنسبة 100%. فما تتسرعش وتحكم على جهاز انه حرامي الا لما تتأكد من الماك ادريس بتاعه. دي كانت غلطة في التعامل. لكن لو هنتكلم بقى عن المميزات الحقيقية، فالتطبيق ده منقذ في حالات كتير. غير انه بيعرفك مين معاك على الشبكة، في ميزة قياس سرعة النت الحقيقية اللي واصلة من الراوتر. مش بس كده، ومش بس من النت، لا، وفي ميزة تانية خطيرة بس للأسف بقت بفلوس في النسخة الجديدة: فايند هيدن كاميرا، او كاشف الكاميرات المخفية. ودي بتنفع جدا لو انت مسافر وقاعد في فندق وشاكك في المكان اللي انت فيه، او بتغيري هدومك في غرفة ملابس، في او حمام. او التطبيق بيقدر يحلل الشبكة ويقدر يقولك لو في كاميرا مراقبة متصلة بنفس الواي فاي. وهنا بقى لو انت واخد الواي فاي بتاع الفندق. لكن لو على واي فاي تاني غير الواي فاي بتاع الفندق، فللأسف الشديد التطبيق مش هيقدر يكشف لك الكاميرا انها موجودة في المكان او متصلة بنفس الشبكة. نيجي بقى للجزء اللي بيضايق وهي العيوب. تطبيق فينج زيه زي اي حاجة حلوة ما كملتش. مشكلته الكبيرة مؤخرا هي الاعلانات. النسخة المجانية بقت مليانة اعلانات ممكن تشتتك وانت بتحاول تحل مشكلة في الشبكة. كمان في مميزات كتيرة كانت زمان مجانية فجأة اتحولت لبريميوم باشتراك شهري، زي انك تعرف مين لسه داخل الشبكة دلوقتي حالا، يجي لك اشعار، او انك تقدر تقطع النت عن جهاز معين، واللي اصلا بتحتاج قطعة هاردوير اضافية اسمها فاينج بوكس في اغلب الاحوال، مش بالتطبيق بس. وده اللي خلى ناس كتير تزعل من التطبيق. لو دخلت على صفحة التطبيق على جوجل بلاي هتلاقي انقسام كبير وغريب. ناس شايفة انه أداة لا غنى عنها، وناس تانية شايفة ان الطمع دمر التطبيق. واكثر تعليق واخد لايكات هتلاقيه بيتكرر بيقول التطبيق كان ممتاز زمان، لكن دلوقتي بقى التحديثات الأخيرة بقى بيطلب فلوس على ميزات أساسية، والإعلانات بقت مزعجة جدا. بنصحكم تدوروا على بديل. وده فعلا ينقلنا لنقطة البدائل. لو انت مش حابب دوش الإعلانات دي، في تطبيقات بديلة بتقدم نفس الوظيفة بشكل مجاني وأنضف شوية، زي تطبيق واي فاي مان من شركة اب كيوتي. والتطبيق ده مجاني تماما، مفيهوش اعلانات وبيديك تفاصيل ممتازة عن الشبكة وسرعتها. وفي كمان تطبيق نتورك انيلايزر للناس اللي بتحب التفاصيل التقنية الدقيقة. لكن يفضل فينج هو الأقوى في قاعدة البيانات التعرف على الأجهزة باسم والصورة. وفي النهاية تطبيق فينج هو سلاح ذو حدين: هيديك معلومات قوية جدا وسترة، بس لازم تستحمل شوية
رخامته في الاعلانات او تدفع. نرجع بقى لسؤالنا اللي سألتهولك في الاول، الناس زمان كانوا بيعملوا ايه عشان يعرفوا المتطفلين؟ الحقيقة ان زمان كانت معلومة صعبة جدا، والخصوصية كانت بتتحمي بالحيطان والاسوار بس، مكانش فيه عين سحرية تكشف لك اللي بيحصل في الخفاء. لكن دلوقتي بضغطة زرار انت بقيت كاشف كل حاجة. فاستغل التكنولوجيا دي صح عشان تحمي نفسك، مش عشان تتجسس على غيرك. لو عجبك الفيديو وتجربتنا الواقعية، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن خبايا تطبيقات. سلام يا صاحبي.